طبعا كلنا بنحب تراك سندباد وبنحب نحطه في الستوري ليلة رأس السنة. فانا النهاردة جاي اكلمكم عن التراك وافهمكم هو ليه من اهم تراكات مروان بابلو. يلا بينا. اكتر بار مشهور في التراك ده هو سنة جديدة وانت لسه ثابتة في مخي زي الموناليزا. والبار ده اتشهر عشان حاجتين: اول حاجة مربوط بمناسبة اللي هي السنة الجديدة، تاني حاجة عشان بيعبر عن الشباب اللي هو مش قادر ينسى علاقة معينة من السنة للسنة. وعشان افهمكم حوار المناسبات ده هجيب لك مثال تاني من مروان بابلو نفسه. تراك افتر بارتي اشهر بار فيه هو البار ده: النهارده الليلة عيد كنسل كل المواعيد ولع فيهم زي الويد يا وده مربوط بحدث معين اللي هو العيد. فهتلاقي التراك ده مثلا ما بينزلش على الاستوريهات غير ليلة العيد. بس هل تراك سندباد ما فيهوش غير البار ده؟ ما حصلش، وانا جاي اثبت لك النهارده الكلام ده. نخش على البار اللي بعده: نمتش من امبارح طول الليل في السما ساوندز كليشيه انا عارف بس قريب. هنا مروان بابلو بيوضح لك ان هو في حالة توهان، ما نامش من امبارح وفي السما سارح. وبعدها بيقول لك ساوند كليشيه، يعني تحسها مألوفة، يعني اتهرست قبل كده، اللي هي الجملة اللي لسه قايلها دي، بس هي دي الحقيقة، دي حالته بجد. سنة ريحتها فلوس ريحتها خمرة ريحتها دروس كانت سليمة ومش محبوس الحمد لله. وهنا بيقولك السنة اللي فاتت كانت عاملة ازاي، ان كانت كلها حاجات هي مش تمام وحاجات هي مش عاجباها زي الدروس، بس ان هو طلع منها سليمة، ده الحمد لله. وبيكمل على نفس الفكرة في البار اللي بعده: طول ما بنام شبعان حد غيري كان جاله جنان راضي بقدري ومش زعلان انا بلاش. وهنا بيقول ان من كتر الحاجات اللي مش تمام اللي شافها السنة اللي فاتت اي حد غيره كان جاله جنان، بس هو استحمل وراضي باللي حصل. مفيش وقت يضيع هنا مفيش مزيفين واي مزيفين هبيع وعلى الله. وهو رايح عند الكالندر بيقول ما فيش وقت يضيع، بيتكلم عن السنة الجاية ان هو مش هيضيع فيها وقت، وان هو رمى كل المزيفين السنة اللي فاتت واي مزيف هيشوفه السنة الجاية هيبيعه. وهو بصراحة ما كدبش، هو اجمد تراكات لمروان بابلو نزلت 2019، لان تراك سندباد كان نازل 2018. يا اخي سبحان الله مفيش رزق جاب العافية مفيش حب بالاكراه. هنا بيأكد على فكرة مهمة جدا في كارير مروان بابلو اللي هو فيه بسبب تعبه، ما جاتلهوش بالحظ، وهتلاقيها واضحة قوي في التراكات اللي بعد الاعتزال. بيبي انا ستار مفيش نوم في حساب في البنك عايز املاه صفار. وهنا بيأكد على البار اللي بيقول فيه مفيش وقت يضيع السنة الجاية، فهو هيشتغل كتير السنة الجاية عشان يملى حسابه البنكي. فكك باللي فات قضيها لف ودوران روحي صاحبي السن بادئ. فاكرين في اول التراك كان بيقول ايه؟ سنة جديدة وانت لسه ثابتة في مخي زي الموناليزا. هنا بيقول لها فكك من اللي فات قضيها لف ودوران، ان مروان بابلو ملهوش في اللف والدوران. وبيقول لها روحي صاحبي السندباد، لان السندباد الكرتون ده او القصة يعني الاسطورية ان هو بيلف حوالين الدول، فهو جايبها وورد بلاي، لف ودوران. وروحي صاحبي السندباد لان هو ليه في اللف والدوران، بس انا ماليش في اللف والدوران. انا مش شايفك في مستقبلي مش هخبي. عرفتوا بقى ان في التراك في حاجات بتتغير. في اول التراك كان بيقول ايه؟ ثابته في مخي، دلوقتي بيقول لها انا مش شايفك في مستقبلي. فده الاختلاف بين السنه والسنه. مروان بابلو عامل سنتين في تراك. هنا هترجم لك الجمله عادي، بيقول لك انا حاسس ان انا احسن واحد عملتها، اللي هو يراب يعني. نفسك تبقى منا في الشارع تمشي وسطينا. قبلها بيقول الشغلة وسعت بينا، يعني الشغلة كبرت وبقت منتشرة. نفسك تبقى منا في الشارع تمشي وسطينا، من كتر ما شفت احنا نجحنا ازاي عايز تبقى منا، بس احنا هنكروشك. لما بيقول له هتتعلق زي الزينة، عملت ويب وعايزين يركبوها. قصده ان هو دخل التراب في مصر، وزي ما الناس بتقول له الاب الروحي للتراب. اتعمل لي شارع باسمي بعد لما. وهنا بيقول من كتر ما هو جامد الناس قدرته وعملت له شارع باسمه. مش من مصر انا من اسكندريه السنه دي انا هاخدها ليا. بيقول مش من مصر انا من اسكندريه، لانه تقريبا ما قالش جمله واحده باللهجه الاسكندرانيه في التراك كله.
فبيعرفك ان هو من اسكندريه. والسنه دي انا هاخدها ليا، بيأكد على الفكره اللي في التراك كله ان هو السنه الجايه هيكسر الدنيا، وده حصل بالفعل. بس ده كل اللي عندي، ما تنساش تكتب رايك في الكومنتات، واتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير لاصحابك. وبشكر كريم هاني على الفيديو اللي عامله بالليركس، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. سلام.